السلام عليكم. اهلا بيكم في قناة فسحة واكلة تكاوي مع غادة ومنى. المكرونة والرز من اكتر الحاجات اللي احنا بنعملها، يعني الرز بنعمله يوميا يعني. فالنهاردة هنعمله باسرع طريقة واسهل طريقة للناس اللي هي بتحبش تدخل المطبخ، او بتستصعب الطبيخ والحاجات دي. دي اسهل الطرق للحاجات، لو انت عندك بيبي، لو موظفة، لو انت جاية من بره وعايز تعملي الرز بسرعة. دي طريقة المكرونة. بتحطيها على طول كده في شوية زيت وعليها المكرونة وشوية الملح والبهارات اللي انت عايزاها، فص توم لو عايزة، مرقة دجاج لو موجودة. وبتروحي حطاها، انا هنا حطيت ميه سخنه، ممكن تحطيها بميه ساقعه عادي، هتستوي تبقى زي الفل ولا فيها اي حاجه. مجرد ما هي هتغلي هتوطي عليها زي الرز خالص خالص، وهتستوي وهتبقى زي الفل. دي طريقه سريعه جدا، ما فيش اسهل من كده، ولا عجنت ولا اي حاجه، ما شاء الله اهي الواحده بوحدتها. وحطينا عليها صلصه، نسيت اقول لكم. هنا بقى الرز بالطريقة برضو السريعة جدا جدا. في نفس الحلة اللي انت هتطبخي فيها الرز، بتحطي الرز بتغسليه في نفس الحلة، وبتروحي حاطة عليه ايه المية، يعني بتحطي القعد بتاعه اللي هو هنطبخه بيه. مجرد كده ما هتشوفي الرز كده بعقلة، عقلة صباع كده، يبقى كده القعد بتاعه مظبوط. ده هنعمل الرز المبهر برضو هينفع. حطينا كركم، هنحط ورقة لوري، هنحط ملح، هتحطي اي بهارات عندك انت عايزاها، شوية قرفة، اي حاجة يعني هتحطيها. هتبقى ايه ده الرز المبهر لو انت عايزة تعمليه سريع برضو جدا. حطينا معلقتين زيت. لو انت يعني مش هتقدري تحددي كده زيي، انا بعمله بالنظر كده بيبقى مقدار معلقتين زيت. لو مش هتقدري تحدديها، هاتي معلقة وحطي معلقتين، امليهم على الاخر يعني. بس كده. ومجرد ما هيغلي هنوطي عليه خالص، والرز اهو استوى بعد 10 دقايق وزي الفل اهو، مفلفل وجميل جدا، ولا عجن ولا اي حاجة، ولا لزق في الحلة ولا حاجة. ادي طريقة تانية اهي للرز. هنعمل برضو مع بعض الرز الابيض. يعني الرز المبهر ده بيبقى حلو جنب المشويات لو هتعملي كبد وقوانص كده تاكلي جنب الرز المبهر. هنا بقى هنعمل الرز الابيض برضو، لان احنا الرز الابيض هو اللي بنعمله يوميا. هتروحي جايبة الرز في نفس الحلة اللي انت هتطبخيه فيها، هتغسليه كويس مرة واتنين كده، تشطفيه من علشان نشا والحاجات دي. وهتروحي برضو ايه حاطة المية اللي هي القعد المناسب ليه، عقلة فوق الرز، عقلة صباع كده، يعني مش هتحطي كتير برضو علشان ما يعجنش منك زي الرز العادي. هنحطه بمية اهو من الحنفية، ولا هنغلي مية ولا اي حاجة، ما احنا مستعجلين بقى. فنروح حاطين شوية الملح، هتحطي ورقة لوري لو موجودة عندك، ممكن يعني تستغني عنها. هنا لقيت الورقة كده مش عجباني، فرحت قطعاها كده. وهنحط برضو ايه لو في سنة كده حاجة بسيطة كده، فلفل اسود حطي، مفيش خلاص عادي. روحي حاطة برضو معلقتين زيت، ممكن تعيريهم بالمعلقة بتاعة الأكل، معلقتين اتنين. مجرد ما الرز هيغلي، هتروحي موطية عليه خالص خالص 10 دقايق، والرز هيبقى استوى وهيبقى جميل جدا. هنا الرز اتشرب اهو 10 دقايق بالظبط، من اول ما بيغلي بيستوي الرز، ولا عجن ولا اي حاجة، ما شاء الله اهو مفلفل وزي الفل. يعني انتي جربيه كده وما تخافيش، هيبقى حلو، ومحدش يعني هياخد باله ان انتي بقى ما عدتيش تقلبيه في الزيت على النار
والحاجات دي، وتقعدي بقى لازم يشرب من السمنة او الزيت وكلام من ده. لا، مفيش كلام ده. حتى لو هتعمليه بسمنة حطي معلقة السمنة بتاعتك، ما تخافيش. هتعمليه بالزيت حطي معلقتين الزيت، ما تخافيش برضو. بس هنيجي برضو لطريقة سريعة جدا جدا برضو للمطبخ، والمواعين اللي مش بتخلص دي اللي زهقنا منها. برضو طريقة ان انتي علشان ما تكسليش وتسيبيهم بعد الغدا. بطريقة سهلة جدا. بتحطي مية كده سخنة في الحوض من السخان، او مية ساقعة مش مشكلة يعني. بس احنا علشان في الشتاء بنسخن المية. والطباق هتروحي حاطة شوية صابون سايل في الحوض، في المية يعني اللي هي في الحوض دي. وتجيبي منديل كده بتاع المطبخ، هتروحي مسحة الطباق كلها من الطبيخ اللي فيها، بواقي طبيخ رزاية بتاع، تروحي منضفاهم كده وحطاهم ايه في الحوض. والمعالق وكل حاجتك، ما انت بقى انت بتبقي غاسله برضو الحوض الاول علشان ايه يبقى نضيف. وهنا بتروحي على طول في نفس المية اللي في الحوض، بنروح مصبنين الطباق كده. لو في حلل برضو بعد ما نخلصهم بعد الايه بنعمل لهم، بناخدهم كده بعد الطباق. هنا بقى خلصنا رصينا كله فوق بعضه كده، اللي هو اللي احنا صبناه. بنروح شاطفين الحوض حلو. وبعد كده بنروح ايه، بنروح حاطين كل بقى المواعين اللي احنا رصيناها على الحوض اللي احنا كنا مصبنينها يعني، وهنشطفها. وكده يبقى خلصنا المواعين بتاعتنا في مفيش 1 minute على طول كده. احنا في رتم سريع يا جماعة، ما عادش بقى الكلام ده. فأتمنى ان فيديوهاتنا تعجبكم. أرجو بقى ان تعملوا لنا شير ولايك كده وتعليق حلو زيكم، واشوفكم على خير.